مشاهدينا، أخبارنا الرياضية متواصلة معكم دائما، والوقفة الآن عند آخر أخبار الكرة البرتقالية، حيث يجري المنتخب الوطني لكرة السلة لأقل من 17 عاما تربصا تحضيريا بالقاعة المتعددة الرياضات بسطوالي، استعدادا للبطولة الإفريقية المزمع تنظيمها بتونس ما بين 11 و19 جويليا القادم. وقبل هذا الموعد العناصر الوطنية ستدخل معسكرا آخر في 5 جويليا القادم بالمركز الوطني بسرايدي بعنابة من أجل التحضير البدني والفني. وفيما يلي نتابع أبرز التصريحات التي رصدتها لنا الزميلة نسرين شبوط وما قيل عن هذا التربص. درنا زوج مقابلات هنا ودية مع النوادي تاعنا في العاصمة من الأمل حق اللاعبين دون وجه اخر. الحمد لله فرحنا بهم. كما قال لك مازال على كل الخدمه، مازال باسكو هادو راهم صغار، ما يخصكش بلي عندهم 16 و15 سنه وراهم واعيين. هضرت معاهم والله غير مقبلات قبل ما نجوا للتدريب، عطيت لهم شويه كما نقولوا نصايح. الحمد لله التربص تاعنا راهم في تحسن، كل تربص راه يجيب تحسنات معاه، ورانا واجدين باش نواجهوا البطوله. أنا واجدين باش نواجهوا المنتخبات المنافسة للبطولة العربية، والهدف تاعنا هو إحضار ميدالية سواء كانت الذهبية الفضية أو البرونزية. من جهتهن سيدات المنتخب الوطني لذات الفئة يواصلن التحضير بكل جدية للبطولة الإفريقية المقررة بتونس والعربية بالأردن شهر جويليا القادم. يذكر أن شبليات الخضر يجرين تحضيراتهن بقاعة سطوالي بالعاصمة بحصص تدريبية يتم التركيز من خلالها على الجانب البدني والفني من أجل رفع لياقة اللاعبات. نستمع إلى هذه التصريحات بخصوص هذا التربص. في التربص التحضيري الأخير قبل الانطلاق إلى بلد الأردن للمشاركة في الدورة العربية أقل من 16 سنة إناث اللي فيها الأردن وتونس ومصر. مرحلة التحضيرات بالنسبة للمنتخب الإناث كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى ديجا قبل كانت في مالي، أين درنا دورة دولية، والمرحلة الثانية هي التربص هذا الأخير اللي المدة تاعو مدة أسبوع. وقفنا فيه على نقاط القوة ونقاط الضعف تاع الفريق، ويبقى الهدف تاعنا هو الأقل الحصول على ميدالية في الدورة العربية هذه. كانت عندنا الفرصة أن حضرنا وشاركنا في 2 دورات دوليات، واحدة الأولى في المالي اللي تحصلنا على المرتبة الثانية وكانت نتيجة مشرفة مشجعة للاعبات، والدورة الثانية كانت في تونس شهر ماي. احنا دعمنا الفريق بلاعبات مغتربات، وهذا يعني لتشجيع وفائدة كثير تعود يعني على الفريق. والآن ما بقناش يعني على الذهاب لعمان. إن شاء الله نتمنى مشاركة حسنة مشرفة لكرة السلة الجزائرية. Et on est en stage de préparation depuis le 1er janvier avec 2 tournois, un qui s'est déroulé au Mali où on s'est qualifié 2e et un en Tunisie où on a fini 2e aussi. رانا نوجدوا بطولة عربية في أردن 1 2 3 فيفا الجيري.